مع حسين بكر. ضمان تأهل المبكر لكان الجابون بعد الفوز على منتخب السيشل لم يجعل من مباراة الخضر ضد منتخب ليزوتو مواجهة شكلية، بل ستكون في غاية الأهمية خصوصا للمدرب الجديد ميلوفا رايفاتش الذي ينتظره تحد كبير مفاده إعادة ترتيب البيت الذي قيل إنه اشتكى من عدم الانضباط أيام سلفه كريستيان غوركوف. اللاعبون بدورهم يريدون إنهاء التصفيات بفوز لضمان انطلاقة قوية في تصفية كأس العالم. قبل هذه السمرة وين المنتخب راه ضمن التأهل إلى كأس أفريقيا، وقبل هذه راح تكون سمرة تكون عندها أهمية باسكو نحضروا بها التصفيات اللي راهم يستناو تاع المونديال. إن شاء الله نكونوا أحسن إن شاء الله باش نفرحوا الشعب إن شاء الله. مشكلة اللغة وعدم قدرة التواصل مع اللاعبين من طرف رايفاتش لم يرى فيه زملاء جديورة العائق الذي سيمنعهم للتألق، لأن اللغة الموحدة اليوم عنوانها التفاهم على أرضية الميدان وتحقيق الانضباط. Non, je pense pas, parce que nous, en tout cas pour ma part, nous on est habitués dans les équipes à avoir ça. On a eu des coachs qui parlaient pas forcément la langue et qui avaient des traducteurs, mais et le message passait quand même. C'est un message de football et le message c'est un message universel. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus, on se comprend rapidement et bien sûr, le fait qu'ils ne parlent pas la langue, ça peut poser certains blocages, mais ce sera pas à la fin, ce ne sera pas très problématique étant donné que مباراة ليزوتو هي الأخرى ستشعل المنافسة على المناصب في كتيبة المحاربين، خصوصا بعد عودة بعض الأسماء على غرار كدامور وتهارت ولاعب أرسنال بن ناصر الذي استدعي لأول مرة وأعرب عن فخره الكبير بتمثيل بلد الأجداد. C'est une très grande fierté et c'est un plaisir d'être ici. On m'a bien accueilli et voilà, c'est l'équipe de l'Algérie, c'est mon équipe maintenant et donc voilà, je suis très fier. سيؤرخ ملعب البليدة إذن في حال فوز الخضر بمباراة ليزوتو مرحلة من مراحل الانتصار بقيادة مدرب جديد، لكن الهدف اليوم هو التتويج بكأس أمم إفريقيا وضمان مشاركة ثالثة تواليا في كأس العالم.